السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، طلاب منصة إفهم، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنبدأ إن شاء الله شرح منهج تاريخ الصف الأول. في البداية هنبدأ مع بعض نوضح محتوى منهجنا عبارة عن إيه، تمام؟ وبعد كده هنبدأ إن شاء الله نشرح الدرس الأول في منهج التاريخ. يلا بينا مع بعض نشوف محتوى المنهج بتاعنا شكله إيه. يلا بينا. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالى بقى نشوف منهجنا في الصف الأول الثانوي بيتكلم عن إيه. عندنا عنوان الكتاب بيتكلم عن حضارة مصر والعالم القديم. حضارة مصر والعالم إيه؟ القديم. معنى كده إيه؟ معنى كده أنا بتكلم عن أكتر من حضارة. هتكلم عن حضارات العالم القديم في منهج تاريخ أولى ثانوي، ترم أول وترم تاني. طيب حضارات العالم القديم دي عبارة عن كام حضارة؟ عندي حضارة اسمها الحضارة المصرية، وعندي حضارة بلاد العراق القديم أو حضارة بلاد ما بين النهرين أو الرافدين، وعندي كمان حضارة الفينيقية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. دول كده حضارات من حضارات العالم القديم. كم حضارة دول؟ 5. منهم الحضارات اللي قامت في الشرق زي الحضارة المصرية وحضارة بلاد العراق القديم والحضارة الفينيقية، ومنهم حضارات قامت في الغرب اللي هي الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. تمام. طيب يبقى عندي كده كام حضارة؟ 5. طب احنا في الترم الأول هناخد ال5 حضارات؟ لا، احنا في الترم الأول هناخد مدخل لدراسة التاريخ، يعني ازاي هندرس التاريخ، وبعد كده هنتكلم عن الحضارة المصرية بس. طيب والترم الثاني؟ الترم الثاني هتكلم عن حضاره بلاد العراق القديم وعلاقتها بمصر، وعلاقتها بالحضاره المصريه، وحضاره فينيقيه وعلاقتها بالحضاره المصريه، والحضاره اليونانيه وعلاقتها بالحضاره المصريه، والحضاره الرومانيه وعلاقتها بالحضاره مين؟ المصريه. يبقى في الترم الاول انا بتكلم عن الحضاره المصريه القديمه وبس، تمام؟ اما في الترم الثاني بتكلم عن كام حضاره؟ 4 حضارات، اللي هي العراق، فينيقيا، اليونان والرومان، وكلهم وعلاقتهم بمين؟ وعلاقتهم بمصر. طيب فحد من الطلبه يسالني سؤال، يقول يا مستر هي الحضارات دي سموها ليه حضارات العالم القديم؟ اقول لك لانها الحضارات دي كلها كانت في العصور القديمه. كانت في العصور ايه؟ القديمه. هتقول يا مستر هو في عصور قديمه وعصور غير قديمه؟ يلا بينا بقى نشوف، نقسم التاريخ قدامنا ونعرف ان احنا بنتكلم عن انه فتره تاريخيه، تمام؟ عشان نبقى عارفين ان احنا بنتكلم عن انه زمن او انه فتره بالظبط. طيب بص كده معايا، العصور التاريخيه. العصور التاريخيه دي مش بتتكلم عن تاريخ مصر بس، ولا تاريخ اليونان بس، ولا تاريخ الرومان بس، ولا تاريخ الحضارات مثلا الاوروبيه. لا لا لا، احنا بنتكلم عن التاريخ عامه. هنمسك التاريخ ونقسمه لفترات. هنقسمه ايه؟ لفترات. هل انا بقسم تاريخ بلد؟ انا مش بقسم تاريخ بلد، انا بقسم تاريخ العالم كله لعصور تاريخيه. طيب قسمنا تاريخ العالم كله لعصور تاريخيه. اول فتره اسمها العصور القديمه، والفتره الثانيه اسمها العصور الوسطى، والفتره الثالثه اسمها العصور الحديثه، والفتره الرابعه اسمها التاريخ المعاصر. يبقى انا كده قسمت العصور التاريخيه بتاعت العالم كله لكام فتره تاريخيه؟ ل4 عصور تاريخيه: عصور قديمه، عصور وسطى، عصور حديثه، التاريخ المعاصر. وما هو التاريخ المعاصر؟ اللي هو التاريخ اللي احنا عايشينه في الوقت الحالي. طيب الكلام ده، هل احنا حضارتنا وحضارات العالم القديم قامت في انهي فتره من العصور دي كلها؟ الحضارات العالم القديم والحضاره المصريه قامت في العصور الايه؟ القديمه. يبقى العصور القديمه دي هنتكلم فيها عن كام حضاره؟ عن 5 حضارات: الحضاره المصريه القديمه، الحضاره الفينيقيه، وحضاره بلاد العراق، وحضاره اليونانيه، والحضاره الرومانيه. يلا بينا بقى نشوف توزيعة منهج تاريخ اولى ثانوي. الوحده الاولى في الترم الاول بتتكلم عن ايه، والوحده الثانيه بتتكلم عن ايه؟ طيب يلا بينا بقى نشوف تقسيمه المنهج. في الوحده الاولى هنتكلم عن ايه، والوحده الثانيه هنتكلم عن ايه.
الوحدة الأولى بعنوان مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم. يعني إيه مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم؟ يعني بيمهد لنا إزاي إحنا بندرس حضارة مصر أو حضارات العالم القديم. إيه هي حضارات العالم القديم؟ ويعني إيه حضارة؟ ويعني إيه كلمة تاريخ؟ وإيه هي المصادر اللي اعتمدنا عليها في تناول الحضارة أو تناول التاريخ؟ طيب، عندي كام درس في الوحدة الأولى؟ الوحدة الأولى فيها 3 دروس. الدرس الأول بيتكلم عن الحضارة والتاريخ. الدرس الثاني بيتكلم عن مصادر اللي بعتمد عليها في دراسة التاريخ أو الحضارة. الدرس الثالث بيتكلم عن العوامل اللي ساعدت على قيام حضارات العالم القديم والحضارة المصرية القديمة. ده كده بالنسبة لي الوحدة الأولى. طيب والوحدة الثانية؟ الوحدة الثانية بتتكلم عن حضارة مصر القديمة. يبقى الوحدة الثانية كلها بتتكلم عن حضارة واحدة اللي هي حضارة مين؟ مصر القديمة. طيب في الوحدة دي فيها كام درس؟ فيها 6 دروس. الدرس الأول ملامح من تاريخ مصر القديمة. الدرس الثاني بيتكلم عن الحياة الاقتصادية. الدرس الثالث بيتكلم عن الحياة السياسية والإدارية. الدرس الرابع بيتكلم عن الحياة الاجتماعية. الخامس بيتكلم عن الحياة الدينية في مصر القديمة. والسادس بيتكلم عن الحياة الثقافية والفكرية في الحضارة المصرية القديمة. وده كده منهجنا كله عبارة عن كام درس؟ عبارة عن 9 دروس، 3 في الوحدة الأولى و6 في الوحدة الكام؟ في الوحدة الثانية. نبدأ أول درس من دروس المنهج في الوحدة الأولى. قلنا الوحدة الأولى بتتكلم عن مدخل لدراسة حضارة مصر والعالم القديم. طب الدرس الأول بيتكلم عن إيه؟ الدرس الأول مقسوم جزئين. الدرس الأول مقسوم، أول جزء بيتكلم عن الحضارة، فبيعرفك يعني إيه كلمة حضارة، تمام؟ والدرس الثاني بيكلمك عن التاريخ وبيعرفك يعني إيه تاريخ وأهمية التاريخ وما المقصود به التاريخ. يلا بينا نبدأ الدرس الأول، الحضارة والتاريخ. طيب الدرس الأول هنبدأ بجزء تمهيدي كده في الدرس. أولا نبدأ نتكلم عن حياة الإنسان منذ أن خلق الله الإنسان. هل الإنسان منذ أن خلق الله الإنسان على كوكب الأرض وصل للحضارة أو التقدم؟ طبعا الإنسان في حياته في البداية خالص كان حياة غير مستقرة، كان بينتقل من مكان لمكان، وكل اللي يشغله إن هو يبحث عن الطعام والماء. يبقى حياة الإنسان في البداية خالص، في البداية كان البشر في حياة غير مستقرة. طيب هو الإنسان ده كان عايش لوحده؟ لا، عبارة عن إيه؟ أسرة، والأسرة دي كانت أسرة مالها صغيرة. يبقى في البداية كان البشر في عبارة عن أسر، والأسر دي كانت أسر صغيرة متفرقة، بيعيشوا حياة التنقل والترحال. طيب بيعملوا إيه؟ ليه بيتنقلوا وليه بيرتحلوا من مكان لمكان؟ الهدف إن هم يأمنوا حياتهم، ضرورة الحياة بتجبرهم ان هم يبحثوا عن الماء والطعام، فكانوا بيبحثوا عن الماء والطعام. طب وبعدين ثم بدأت الأسرة تتجمع مع بعضها شوية، فظهر تجمع، يعني مجموعة من الأسر، فظهرت جماعات أكبر شوية، تمام، لكنها جماعات مالها صغيرة، من أجل إن هم يواجهوا صعوبات الطبيعة. يبقى الأسر دي عملت جماعات مالها صغيرة، الهدف ان هم يواجهوا صعوبات الايه؟ صعوبات الطبيعة. هتقول لي صعوبات الطبيعة ايه؟ اخطار البيئية اللي كانت موجودة في الوقت ده، زي مثلا فيضان، زلزال، ايا كان، اخطار ايه؟ الاخطار الطبيعية. وبدأوا يتعاونوا في الصيد. خد بالك، تمام، خد بالك، التعاون في الصيد. يبقى خد بالك ان كده ده اول نشاط مارسه الانسان. يبقى اول نشاط بشري كان بيمارسه الانسان هو نشاط مين؟ الصيد، تمام. طيب بعد كده بدأ الانسان مع مرور الوقت، تمام، بدأ الانسان يستأنس الحيوان. طيب وبعد كده مع مرور الوقت بدأت الهضاب تجف، بدأ الإنسان يبحث عن الماء والطعام، فترك الهضاب، نزل على ضفاف الأنهار، استقر على ضفاف الأنهار، لقى مية ولقى زرع، بدأ الإنسان يستقر في المكان ده،
واستقر اكتر لما عرف ان هو يزرع بنفسه، فعرف حاجه اسمها ايه؟ الزراعه. عرف حياه او عرف نشاط اسمه نشاط الزراعه، يبقى عرف نشاط اسمه نشاط ايه؟ الزراعه. طيب، وهنا مع معرفه الزراعه بدات حياه الاستقرار عند الانسان. ليه؟ لان هو اطمن ان في ميه وفي زرع، وهو كمان بيعرف يزرع، يبقى مش هيترك المكان ده، واستقر على ضفاف الانهار فعرف الزراعه. يبقى كده النشاط اللي ساعد الانسان على الاستقرار هو نشاط الصيد ولا الرعي ولا نشاط الزراعه؟ اللي ساعد الانسان على الاستقرار هو نشاط مين؟ نشاط الزراعه. تمام. ومن هنا بقى بدات اقدم الحضارات. تقول لي مستر هو فجاه كده قامت الحضارات؟ لا، لما الانسان استقر على ضفاف الانهار واطمن ان في ميه وفي زرع وكمان بيقدر يزرع بنفسه، هنا بدا يفكر الانسان ان هو يطور من حياته. ليه ابات في كهف ولا كوخ ولا اي مكان؟ ليه ما ابنيش نفسي بيت؟ ليه ما يكونش ليا سرير انام عليه؟ ليه ما صنعش ملابسي بنفسي؟ ليه ما استخدمش وسيله انتقل بيها؟ فبدا الانسان يفكر تدريجيا ان هو يطور حياته خطوه خطوه. بدا الانسان يتطور لحد ما ظهرت حضارات العالم القديم، اللي هي حضارات الايه؟ الحضارات الانسانيه. تمام. طيب، يبقى بدات الحضاره الانسانيه لما عرف الانسان الاستقرار، لما عرف الانسان نشاط زي نشاط مين؟ الزراعه. حلو. طيب، امتى بقى بدا التاريخ؟ بدأ التاريخ عندما عرف الإنسان الكتاب أو اخترع الكتاب. لما اخترع الكتابة بقت كل إنجازاته التاريخية يعمل فيها إيه؟ يسجلها. يسجل أي حاجة بيعملها، أي إنجاز بدأ يسجل، ومن هنا بدأ التاريخ. يبقى نفرق بين حاجتين مهمين. إمتى بدأت الحضارات؟ عندما عرف الاستقرار بعد ما عرف الإيه؟ الزراعة. إمتى بدأ التاريخ؟ بدأ التاريخ مع اختراع الكتابة. هتقول لي ليه؟ لأنه بعد ما اخترع الكتابة بدأ يسجل إنجازاته التاريخية. خد بالك في فرق بين بداية التاريخ وبداية الحضارة. بداية الحضارة مع الاستقرار، بداية التاريخ مع اختراع الكتابة. فبدأ يدون الأحداث، بدأنا نعرف حاجة اسمها التاريخ. بدأ معرفة الكتابة وبدأنا نعرف حاجة اسمها ايه؟ التاريخ. تمام. ده كده مع ايه؟ مرور الزمن. طيب، احنا الوحدة الأولى الدرس الأول بيتكلم عن الحضارة والتاريخ، وقلنا الدرس مقسوم لجزئين، الحضارة لوحدها والتاريخ لوحده. طيب، هنبدأ نتكلم عن أول حاجة خالص اللي هي الحضارة. تمام. يعني ايه كلمة حضارة؟ الحضارة أو تعريف الحضارة هو مكتوب قدامنا كده: هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته ماديا أو معنويا لتعمير الكون الذي يعيش فيه. أنا عاوز أطلع التعريف منك من جواك أنت. لما أقول لك الحضارة بالمعنى البسيط يعني إيه؟ لما أقول لك الحضارة المصرية القديمة، لما أقول لك الحضارة اليونانية، لما أقول لك الحضارة الأوروبية، لما أقول لك الحضارة الإسلامية، يعني إيه كلمة حضارة؟ الحضارة دي حاجة كويسة يعني؟ هتقول لي أيوة بس الحضارة دي حاجة كويسة. بقول لك الحضارة الأوروبية الحديثة معناها يشير إلى إيه؟ التقدم. قلنا الحضارة الأوروبية، الحضارة المصرية، الحضارة الإسلامية معناها إنها تشير إلى إيه؟ التقدم. طيب، السؤال دلوقتي، هو التقدم ده مين اللي عمله؟ يعني التقدم ده إنتاج مين؟ هتقول لي هو إنتاج الإنسان. يبقى التقدم ده من إنتاج التقدم ده من إنتاج الإنسان. يبقى التقدم اللي عمله الإنسان. طيب، هو الإنسان اللي عمل التقدم ده من إيه؟ من فراغ من الهواء يعني؟ هتقولي لا، الإنسان عمل التقدم لما تفاعل مع البيئة اللي موجودة حواليه. لما نزل الأرض واشتغل وزرع تقدم، لما استخرج المعادن تقدم، لما استخدم البحر في التجارة تقدم. يبقى إذن
الإنسان تقدم لما تفاعل مع مين؟ لما تفاعل مع البيئة. يبقى نتيجة التفاعل مع البيئة. هتقول يا مستر أنهي بيئة بالظبط؟ أي بيئة بقى، سواء كانت بيئة زراعية تمام أو صحراوية أو ساحلية، أي بيئة تفاعل مع الإنسان استغلها وتقدم. طيب هتقول يا مستر هو الإنسان بيعمل كل ده ليه؟ بيتعب ويشقى ويتفاعل مع البيئة ليه؟ أقول لك لأن هو عنده هدف إن هو يحسن ظروف حياته. أنا بزرع علشان يبقى عندي إنتاج زيادة عشان أعيش حياة كويسة. أنا بستخرج المعادن عشان أصنع بيها أدوات عشان تسهل عملية الزراعة أو عشان تسهل عملية الصناعة. الإنسان تفاعل مع البيئة، استخدم الخشب صنع منه سرير عشان كان بينام على الأرض، استخرج من الأرض المعادن وصنع بيها أدوات عشان تسهل عليه عملية الصناعة. إيه كمان؟ الإنسان صنع الملابس بدل ما كان بيرتدي ورق الشجر أو بيرتدي جلد الحيوانات. يبقى كل ده عشان يحسن ظروف حياته. يبقى ليه الإنسان تفاعل مع البيئة؟ الهدف تحسين ظروف حياته. هتقول لي مستر هو هيحسن ظروف حياته في انهي جانب بالظبط؟ هقول لك في جانبين. هيحسن ظروف حياته ماديا ومعنويا. هتقول لي يعني ايه بقى ماديا ويعني ايه معنويا؟ اقول لك يحسن ظروف حياته في الجانب المادي، زي ما قلت من شويه، هيصنع ادوات، هيبني بيت، هيعمل سرير، يصنع وسيله انتقال، تمام؟ دي كلها هتبقى اسمها ايه؟ ماديا. الجانب المادي. الجانب المادي اللي هو مش فلوس، يعني الجانب المادي اللي هو الشيء اللي انا اقدر استخدمه واقدر المسه. بنى بيت، صنع ملابس، صنع ادوات للصناعه، تمام؟ استخدم وسيله تنقل. كل ده اسمها وسائل ايه او اسمها ايه؟ جانب مادي. بنى معبد، بنى مقبره، اسمها جانب مادي. يبقى بيحسن ظروف حياته الماديه وبيحسن ظروف حياته المعنويه. الجانب المعنوي اللي هو الجانب الغير ملموس. هتقولي زي ايه؟ هقولك زي مثلا تقدم في الناحيه الثقافيه والفكريه، تقدم في الناحيه العلميه. هو العلم ده انا اقدر المسه؟ تقدم في الطب والهندسه والفلك، هو ده اقدر المسه؟ لا. طيب تقدم في الناحيه الدينيه، هي الناحيه الدينيه دي اقدر المسها؟ برضه لا. تقدم في القيم والاخلاق والسلوك، اقدر المسه؟ برضه لا. ده كده اسمه الجانب المعنوي. يبقى تاني قلنا الحضاره هي من انتاج الانسان، هو تقدم انتجه الانسان. انتجه الانسان لما تفاعل مع البيئه المحيطه به. هو عمل كده ليه؟ عشان عاوز يحسن ظروف حياته. عاوز يحسن ظروف حياته في انه جانب؟ اقول لك في كل الجوانب، سواء جانب مادي او جانب معنوي. وعرفنا ايه الفرق بين الجانب المادي والجانب الايه؟ المعنوي. هتقول طب هو بيعمل كل ده كده ليه؟ اقول لك لان ربنا خلق الانسان بهدف تعمير الكون الذي يعيش فيه. هدف الانسان على كوكب الارض ان هو يعمر الكون الذي يعيش ايه؟ يعيش فيه. يبقى نبص كده تاني بقى ونرجع للتعريف المكتوب عندنا اللي احنا قسمناه لجزء جزء. قلنا الحضارة هي ثمرة، يعني إنتاج، تمام؟ ما يقوم به الإنسان. يبقى ثمرة جهود الذي يقوم بها مين؟ الإنسان، نتيجة تفاعله مع البيئة. يبقى مين اللي أنتج؟ الإنسان، نتيجة إن هو تفاعل مع البيئة. أنه بيئة زراعية، ساحلية، صحراوية، أي بيئة تفاعل مع الإنسان. بيعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان يحسن ظروف حياته سواء في الجانب المادي أو الجانب المعنوي. إيه الهدف الأسمى؟ إيه الغاية من كل ده؟ إيه الغاية من مجهود الإنسان؟ الهدف الأسمى هو تعمير الكون الذي يعيش فيه. تمام؟ طيب، من مفهوم الحضارة نقدر نفهم إن تعمير الكون هي أحد غايات وجود الإنسان على كوكب مين؟ الأرض. تعمير الكون ده الهدف الأسمى من وجود الإنسان على كوكب الأرض.
نقدر نستنتج معلومة تانية، ان البيئة كان لها اثر، ان الظروف البيئية كان لها دور كبير في تحديد صفة الحضارة، في تحديد سمات كل حضارة. هتقول لي بس مش فاهم. اقول لك لما الانسان المصري القديم نزل على ضفاف نهر النيل واستغل البيئة الفيضية، فكانت الحضارة المصرية اساسها الزراعة. لما سكان العراق استقروا على نهر دجلة والفرات واستغلوا نهر دجلة والفرات واستغلوا البيئة الفيضية، كانت الحضارة في العراق أساسها الزراعة. لما سكان فينيقيا كانوا عايشين على ساحل ضيق يحاط بيهم الجبال، تمام، وما قدامهمش غير البحر، فاستغلوا البحر، فكانوا أول من ركب البحر وصنع السفن واستغلها في التجارة، فكانت أساس الحضارة الفينيقية التجارة. يبقى البيئة هي اللي وصفت الحضارة شكلها ايه، اساسها ايه. الحضارة المصرية اساسها الزراعة، وحضارة بلاد العراق اساسها الزراعة، حضارة بلاد فينيقيا اساسها التجارة. معنى كده ان الحضارة المصرية ما عرفوش حاجة اسمها الصناعة؟ لا، عرفوا، بس اساس الحضارة ايه؟ اساسها الزراعة، ولكنهم تقدموا في الصناعة وتقدموا في التجارة وتقدموا في تربية الحيوانات وتقدموا في أنشطة أخرى، بس الأساس الزراعة. نفس الفكرة في حضارة فينيقيا أساسها التجارة. يبقى نقدر نستنتج أن ظروف البيئة هي اللي لها دور في تحديد سمات كل حضارة من الحضارات. تمام؟ هتقول لي الكلام ده مثل إيه؟ هقول لك زي ما لسه قايل من شوية، الحضارة المصرية القديمة وبلاد الرافدين حضارتين زراعيتين نتيجة وجودهما على أنهار والسهول الفيضية. وهنا الحضارة الفينيقية حضارة بحرية تجارية. حضارة بحرية إيه؟ تجارية. تمام؟ طيب ده كده بالنسبة لمين؟ ده كده بالنسبة للحضارات، وقلنا كل حضارة لها سمة، وعرفنا سمة الحضارة جاي نتيجة تفاعل الإنسان مع مين؟ نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة. طيب لكل حضارة إسهامات تستفيد منها الإنسانية، سواء كانت الإسهامات دي إسهامات مادية لسه قايلها من شوية، اللي هي مثلا العمارة بأنواعها، المدن، المعابد، المقابر، المنحوتات، النقوش، أي حاجة أقدر ألمسها فده اسمه إسهام وإنتاج مادي. والاختراعات المختلفة دي كلها كده جانب إيه؟ جانب مادي. طيب نستنتج إيه كمان؟ قلنا لكل حضارة إسهامات في الجانب المعنوي. إيه الجانب المعنوي؟ اللي شيء اللي أنا ما أقدرش إيه؟ ألمسه أو أحسه. هتقولي زي مين؟ أقول لك زي الفكر والأدب والفنون والعلوم المختلفة. هتقولي العلوم المختلفة زي مين؟ الرياضيات، الفلك، الهندسة، الطب، وإلى آخره. قيم، أخلاق، سلوك، حياة دينية، حياة ثقافية، فن، كل ده جانب معنوي أنا ما أقدرش إيه؟ ألمسه. ده كده اسمه الجانب المعنوي. طيب هنا احنا خدنا تعريف الحضارة. عندنا بقى المؤرخ والمؤلف الأمريكي ويل ديورانت. المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت بيقول لنا تعريف الحضارة من وجهة نظره. بيقولوا إيه ويل ديورانت؟ بيقول إن الحضارة هي عبارة عن نظام اجتماعي، نظام في مجتمع بيساعد الإنسان أو بيعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي. أنا مش فاهم حاجة. يعني ايه نظام اجتماعي بيساعد الإنسان إن هو يزود إنتاجه الثقافي؟ طب نكمل كلامنا كده. بيقول لك تبدأ مع انتهاء الاضطرابات والقلق والاستقرار والأمن. الكلام ده بيزيد لما بينتهي الاضطرابات والقلق والاستقرار ويبدأ الاستقرار ومين؟ والأمن. هنا يتحرر الإنسان من خوفه ويبدأ في الإنتاج والإبداع. مستر أنا مش فاهم حاجة. إيه اللي بيقوله الراجل ده؟ أقول لك أنا بمنتهى البساطة. لو إحنا رحنا لناس عندهم مشاكل وعدم استقرار وحروب، زي مثلا لو اتكلمنا عن شعب زي الشعب الفلسطيني، لو رحنا لحد في قطاع غزة قول له يلا بينا نبني مدرسة ونعمل مستشفى ونزرع ونبني مصنع عشان نبدأ نتقدم، هيقول لي ايه؟
هيقول انا ابني مستشفى، انت مش شايف اللي حواليا؟ ده انا اصلا خايف من كتر الحروب، وحياتي حياه غير مستقره، وبنتقل من مكان لمكان علشان بدور على الامن والاستقرار. هل شعب فلسطين او اهل قطاع غزه هيقدروا في الوقت ده يبنوا مدارس ويهتموا بالتعليم ويهتموا بالصناعه ويهتموا بالزراعه ويقدروا يبنوا؟ لا طبعا. بس لما نروح مثلا لحد زي مثلا مجتمع في امن واستقرار ما فيهوش حروب، زي مجتمعنا مثلا المجتمع المصري، وجاي اقول لك يلا نبني مدرسه، يلا مش هنشتغل ونهتم بالتعليم ونطوره، يلا بينا. ما تيجي نبني مصنع ونشتغل ونصنع ونكسب، يلا. تعال نستصلح ارض في الصحراء ونزرعها، يلا بينا. اذا في حاجتين، في حاجه اسمها هنا مجتمع غير مستقر وعنده مخاوف بتاعته وعنده مشاكل واضطرابات وقلق، وهنا مجتمع مستقر ويشعر بالامن ويشعر بالاستقرار. تمام. المجتمع ده ما يقدرش ينتج وما يقدرش يزود انتاجه الثقافي او انتاجه المادي لان هو غير مستقر. اما هنا المجتمع المصري قد تحرر من خوفه، تمام، يشعر بالامن ويشعر بالاستقرار، فهنا المجتمع المصري يقدر ينتج، يقدر يتطور، يقدر يتقدم. تمام. يبقى عرفنا هنا الفرق بين المجتمع اللي غير مستقر والمجتمع المستقر. المجتمع الغير مستقر يشعر بالخوف، مش قادر ينتج، مش قادر يتطور. هنا المجتمع اللي تحرر من الخوف يقدر يتقدم ويقدر يتطور. تعال بقى نرجع تاني لتعريف الحضارة عند ويل ديوراند. ويل ديوراند بيقول ايه؟ الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي. يبقى المجتمع هو اللي بيساعد الإنسان إن هو يزود إنتاجه الإيه؟ الثقافي. إمتى بيبدأ الكلام ده؟ يبدأ مع الانتهاء من الاضطرابات والقلق. يبدأ مع ما تخلص من اضطرابات مين؟ والقلق، واستقرار أو استمرار الأمن. تمام؟ فإذا تحرر الإنسان من خوفه تظهر لديه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء. تمام. هنا نقدر بقى نستنتج إيه؟ نقدر نستنتج من مفهوم ويل ديوراند إن في علاقة بين الاستقرار والاضطراب. تمام؟ علاقة بين الاستقرار والاضطراب. تمام. وقيام مين؟ وقيام الحضارة. في علاقة بين إن في اضطراب أو استقرار وقيام الحضارة. عندما يشعر الإنسان بالاستقرار تظهر الحضارة، عندما يشعر الإنسان بالأمن تظهر الحضارة. طب عندما يشعر الإنسان بالقلق والخوف مفيش حضارة. هنا العلاقة دي علاقة عكسية ولا علاقة طردية؟ علاقة طردية. في أمن واستقرار يبقى في حضارة، مفيش أمن واستقرار يبقى مفيش حضارة. دي علاقة مالها؟ علاقة طردية. وخد بالك عشان ممكن بتجيلك بشكل أسئلة. تمام. يبقى العلاقة بينهم علاقة طردية. طيب، من دراسة التاريخ المصري القديم ندي مثال على اللي احنا بنقوله. التاريخ المصري القديم فترات فيها تقدم وفترات فيها تراجع للحضارة المصرية. تيجي فترة تانية فيها تقدم. امتى بقى في تقدم؟ لما ندرس التاريخ المصري القديم هنلاقي ان معظم الابداعات والانشاءات والتقدم ظهر في انه عصور؟ ظهر في العصور التي اتسمت بالامن والتي اتسمت بالاستقرار. هتقول لي زي مين؟ اقول لك زي مثلا عصر بناة الاهرامات، عصر الدولة القديمة. هنا كان في حضارة، يبقى استقرار، يبقى في حضارة. ولكن في الفترة اللي فيها اضطرابات وعدم استقرار تعرضت بعض الابداعات للخطر ولم تظهر ابداعات جديده. الابداعات اللي كانت موجوده تعرضت للخطر، ما ظهرتش منها ابداعات جديده. ده بسبب مين؟ عدم وجود استقرار وحدوث اضطرابات. تمام. وبعد ذلك نشأت حضارات بقى بين الشعوب، وحصل تبادل للثقافات والحضارات بين شعوب العالم. تمام. فكل حضارة لها فضل ولها تأثير، وهنا حصل بقى التأثير والتأثر بين حضارات العالم القديم.
تمام. طيب هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل لتتعارف وتتواصل، فعلى مر السنين بدأت الشعوب دي تتبادل تراثها الحضاري، وبدأ حاجة اسمها التواصل الحضاري. التواصل الحضاري يعني ايه؟ يعني انا بستفيد منك وانت بتستفيد مني، انت بتاخد مني تمام التقدم وبتأثر بيه، وانا باخد منك التقدم وبتأثر بيه، اللي هو التأثير والتأثر. تمام، التأثير وايه والتأثر. ومن هنا بدأ الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر. طيب السؤال بقى هنا، هل كل الحضارات كانت متقدمة؟ الحضارات كلها كانت متقدمة. طب ما فيش حاجة بتميز حضارة عن حضارة تانية؟ ما فيش يعني ميزة للحضارة دي عن الحضارة دي؟ هقول لك تتميز كل حضارة عن الأخرى في حاجتين. تتميز كل حضارة عن الأخرى في كام حاجة؟ حاجتين. هتقول لي في إيه؟ أقول لك رقم واحد، تتميز في الهوية الثقافية. تتميز في الهوية الثقافية، وكمان الخصوصية العقائدية. أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه هوية ثقافية؟ ويعني إيه كلمة خصوصية عقائدية؟ أولاً الهوية الثقافية هي اللي هي اللغة والعادات والتقاليد. لغة وعادات وإيه؟ وتقاليد. يعني كل مجتمع لها لغته التي يميزها عن مجتمع تاني، وليه عاداته وتقاليد. يعني مثلا ندي مثال، لو انا اتكلمت عن مجتمع عاداته وتقاليده وطريقه لبسه واكله وشربه مختلفه عن مجتمع تاني، زي مثلا لو انا سالت سؤال لمحمد من ورا الكاميرا، قلت له يا محمد، مين الست اللي في مجتمعها بتقعد تلبس 20 متر قماش، تقعد تلف فيه كده بسم الله ما شاء الله، تقعد تلف 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 في حوالي 20 متر قماش؟ تقول لي مين؟ الهنود. شاطر يا محمد، برافو عليك، بسم الله الله اكبر. قلت عليك ان انت مبدع من زمان. طيب السؤال الثاني بقى يا محمد، ايه المجتمع يا محمد اللي بياكل بعصايتين رفيعين كده بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما ياكل كده رز يقع من ايديهم كده؟ مين دول؟ الصينيين. بسم الله الله اكبر. الصينيين او اليابانيين، اللي هو مجتمع ايه؟ الصين واليابان. حلو. محمد، مين المجتمع اللي لما تيجي تقعد كده على ترابيزه السفره ولا تيجي تاكل يعني، تمسك المعلقه تشرب بالشوربه، الشوربه تقعد تنقط، تشرب بالشوربه تقعد تنقط، يجي بابا يقول لك ايه يا حبيبي الشوربه ما تشربش كده، الشوربه تشرب كده. ده مجتمع مين؟ المصريين. الله اكبر عليك، برافو عليك. يبقى كل مجتمع له عاداته وتقاليده في مأكله ومشربه وملبسه ولغته. حتى اللغه واللهجه بتختلف من مكان لمكان. لو انا جيت مثلا وسالت محمد وقلت له مين يا محمد اللي بيقول على الجنيه جنيه، ومين اللي بيقول عليه جنيه؟ جنيه اسكندرانيه. تمام، بيقول عليه ايه؟ جنيه. ومين بيقول عليه جنيه؟ القاهره. حلو. ومين بيقول عليه جنيه؟ صعيد. الله اكبر عليك، بسم الله ما شاء الله. قوم نادي على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي. يبقى اذا كل مجتمع له ايه؟ له عاداته وتقاليده. تمام، وله لغته وله لهجته التي تميزه عن مجتمع اخر. حلو. الحاجة الثانية الخصوصية العقائدية. يعني ايه خصوصية عقائدية؟ يعني كل مجتمع له ما يميزه في الناحية الدينية. فالمجتمع المصري له الدين والاعتقاد الخاص به. المجتمع في بلاد العراق له الدين والاعتقاد الخاص به. في مجتمع في الرومان او الحضارة اليونانية لها الاعتقاد والدين الذي يميزه عن باقي الحضارات. تمام. يبقى اذا كل حضارة لها ما يميزها؟ لها ما يميزها في كم حاجة؟ حاجتين. هل لها ما يميزها، وركز معايا هنا كده، هل لها ما يميزها في جانب مادي ولا جانب معنوي؟ بص كده، هوية ثقافية، خصوصية عقائدية. هل ده إنتاج مادي ولا إنتاج معنوي؟ ده إنتاج معنوي. يبقى الحضارة بتميز بحضارة ثانية في الجانب المعنوي مش الجانب المادي. تمام. طيب تعالى بقى نشوف الحضارة أصلا ظهرت فين. في البداية الحضارات ظهرت في الشرق. ظهرت فين؟ في الشرق، في مصر والعراق، تمام، وبلاد فينيقيا. ظهرت في الشرق، في الجانب الشرقي. ثم انتقلت هذه الحضارات من الشرق إلى الغرب. راحت للحضارة اليونانية والرومانية في الغرب ناحية أوروبا. ثم عادت مرة تانية إلى الجانب الشرقي
اللي هي مين؟ الحضارة الإسلامية. واستمرت كام سنة؟ استمرت 1000 سنة، يعني حوالي كام قرن؟ 10 قرون. ثم انتقلت من الشرق إلى الغرب. يبدأ كده معايا تاني، معلش ركز كده معايا تاني. الحضارات عبارة عن سلسلة متصلة، ظهرت الأول في الشرق، تمام، زي الحضارة المصرية وحضارة بلاد العراق وبلاد فارس وإيران. ثم بعد كده انتقلت إلى الغرب زي الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. يبقى في الشرق ثم راحت فين؟ الغرب، ثم رجعت تاني للشرق، ثم عادت مرة تانية إلى الشرق على يد الحضارة الإسلامية، واستمرت ما يقرب إلى 10 قرون، يعني 1000 سنة. ثم بعد كده انتقلت مرة تانية إلى الغرب اللي هي الحضارة الأوروبية الحديثة. طب بقالها قد إيه؟ بقالها فترة. طب مستمرة؟ مستمرة شوية. طب إمتى هترجع الشرق تاني؟ الله أعلم. المهم هي موجودة دلوقتي في الجانب الإيه؟ الغربي. يبقى بدأت في الشرق. بدأت فين؟ في الشرق، انتقلت إلى الغرب، رجعت للشرق، ثم عادت للغرب، استقرت في الغرب. هترجع إمتى؟ يا مسهل الحال، ربنا يكرم وترجع للشرق مرة تانية. إذا الحضارة عبارة عن سلسلة حلقاتها مالها متصلة الحلقات. بس خلي بالك في فرق بين حاجتين. في فرق إن الحضارة لها موطن أصلي، تمام، ولا ملهاش موطن أصلي. أقول لك هنا الحضارة لها موطن أصلي. الحضارة موطنها الأصلي الشرق، تمام، ولكن انتقلت للغرب، فالحضارة لها موطن إيه؟ موطن أصلي. هل الحضارة لها مكان ثابت؟ لا، ملهاش مكان ثابت. يبقى فرق بين حاجتين. فرق بين الموطن الأصلي للحضارة، يعني هي ظهرت منين في الأول؟ هقول لك ظهرت في الشرق. ولما يجي لك سؤال يقول لك هل الحضارة لها مكان ثابت ما بتتحركش؟ لا طبعا، الحضارة بتنتقل من مكان لمكان. بدأت في الشرق ثم انتقلت إلى الغرب، ثم عادت للشرق ثم انتقلت للغرب. طيب ممكن يجي لك سؤال بصيغة مختلفة يقول لك دلل الحضارة كالطائر المهاجر. الحضارة كالطائر المهاجر، موطنه الأصلي في الشرق. أيوة فعلا، الحضارة بدأت في الشرق والطائر طلع من الشرق ثم انتقل إلى الغرب، ثم عاد مرة تانية إلى الشرق، ثم انتقل بعد ذلك إلى الغرب، تمام؟ إذن الحضارة كالطائر المهاجر، موطنه الأصلي الشرق. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا نص الدرس، خلصنا الحضارة، هيبقى فاضل لنا مين؟ التاريخ. تعال نعمل تدريب صغير كده، ودايما واحنا بنحل الأسئلة لازم تكون مركز في السؤال كويس وتقرا السؤال كويس قوي. دي رقم 1. 2 تقرا الاختيارات كويس قوي، تمام؟ وبعد كده تبدا تختار الاجابه المناسبه. طب نمشيها خطوات، نمشيها خطوات. نقول اول حاجه ان احنا نقرا السؤال كويس. 2 ابدا افكر في الجزئيه اللي بيتكلم عنها السؤال واحاول احضرها في دماغي. 3 اقرا الاختيارات كويس. 4 ابدا استبعد كل اجابه، وانا بقول بستبعد الاجابه دي ليه. يبقى نقول الخطوات كده تاني. 1 نبدا نقرا السؤال كويس. 2 احضر المعلومه في دماغي، تمام. 3 اقرا الاختيارات كويس. 4 ابدا استبعد الاختيارات اللي هي غلط واقول بستبعد كل اختيار ليه، تمام، لحد ما استقر على الاجابه الصح وابقى عارف انا اخترت الاجابه الصح ليه. كده الخطوات بتاعتي عشان ابدا احل اي سؤال. نسمي الله وتعالى نبدا سؤال كده ونشوف هنحله ازاي. السؤال الاول بيتكلم عن تتمثل غايه الحضاره الانسانيه. الغايه ان الهدف من الحضاره الانسانيه، احنا قلنا الحضاره كان هدفها الاكبر هي تعمير الكون الذي يعيش فيه. طب ما نجيب التعريف من الاول كده. هي ثمره مجهود الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه عشان يحسن ظروف حياته ماديا ومعنويا بهدف تعمير الكون الذي يعيش فيه، تمام. طيب نشوف الاختيارات كده. الاختيار الاول الحفاظ على الهويه الثقافيه.
هل هو هدف ان هو يحافظ على هويته الثقافيه، ولا توفير احتياجات الانسان يعني يوفر احتياجاته وبس، ولا اعمار الكون، ولا التفاعل مع البيئه واستثمارها؟ اولا الحفاظ على الهويه الثقافيه، احنا لسه قايل من شويه الهدف ان هو اعمار الكون، يبقى دي لا. توفير احتياجاته، برضه هو عاوز يحسن ظروف حياته وعاوز يوفر احتياجاته بس مش ده الهدف الاكبر. التفاعل مع البيئه واستثمارها، لا هو تفاعل مع البيئه عشان يوفر احتياجاته. طيب رقم 3 اعمار الكون الذي يعيش فيه، طبعا دي الاجابه اللي هي صح، اعمار الكون الذي يعيش فيه. تمام. السؤال الثاني، تعمير الكون هو احد غايات وجود الانسان على الارض. في ضوء العباره اول المناطق التي ظهرت بها الحضاره كانت، فانا السؤال بيقول ايه؟ تعمير الكون ده الغايه من الحضاره، من خلق الانسان، الهدف من خلق الانسان هو يعمر ايه؟ الكون. تمام. طيب اول مكان، اول مناطق التي ظهرت فيها الحضاره كانت ايه؟ اول منطقه ظهرت فيها الحضاره، احنا لسه قايلين من شويه ان الحضاره لها موطن ثابت ولا لها موطن اصلي؟ قلنا الحضاره لها موطن اصلي، ملهاش موطن ايه؟ ثابت. طب موطنها الاصلي فين؟ قلنا في الشرق. انا كده بحضر المعلومه فين؟ في دماغي. حضرت المعلومه في دماغي، يلا نبص على الاختيارات. مصر واليونان. هي مصر في الشرق بس اليونان في الغرب، يبقى دي اجابه مستبعده. الاجابه الثانيه العراق واليونان. هي العراق في الشرق بس اليونان في الغرب، يبقى اجابه مستبعده. الاجابه الثالثه مصر والعراق، مصر في الشرق والعراق في الشرق، يبقى دي اجابه صحيحه. اوقف كده؟ لا، كمل برضه. شوف الاجابه الرابعه، يمكن تكون انت فكرت غلط. الاجابه الرابعه اليونان والرومان. اليونان والرومان الاثنين في الغرب، يبقى انه اجابه تكون صح اللي هي مصر والعراق، ودي الاجابه الايه؟ الاجابه الصحيحه، لان الاثنين دول فين؟ في الشرق. طيب السؤال اللي بعده، يؤدي التواصل الحضاري لما يحصل تواصل بين الحضارات، انت هتاخد مني وانا اخد منك، تاثير وتاثر، اخذ وعطاء. حضرت المعلومه؟ تعال نشوف. تشابه الحضارات، هيبقى متشابهين مع بعض، ولا الحضارات تبدا تتصارع يعني تتعارك مع بعضها، ولا التطور المستمر للبشريه، يعني الحضاره دي اخذت منك فانت تطورت وانت اخذت مني فانت تطورت. والله صدق صح، اجابه ممكن تبقى صح. ولا سياده حضاره على الاخرى، يعني في حضاره هتتفوق على الاخرى؟ لا، طالما انت اخذت مني واستفدت فاتطورت، وانا اخذت منك وانت استفدت فاصبح ايه؟ في تطور، يبقى انت بتتطور وانا بتطور، يبقى الاجابه التطور المستمر للبشريه. السؤال اللي بعده، الحضاره كالطائر الجوال، بينتقل من مكان لمكان. حلو. موطنه الاساسي، انا لسه قايل من شويه الحضاره كالطائر المهاجر، له موطن اصلي او موطن اساسي ولكن ليس له موطن ثابت. موطنه الاصلي موطنه الاصلي في الشرق. تمام. طيب يبقى موطنه الاصلي امريكا الشماليه. امريكا الشماليه دي في الغرب. جنوب اوروبا دي في الغرب. جنوب اسيا، تمام، جنوب اسيا دي في الشرق بس ناحيه الهند كده، وهي اصلا ما ظهرتش في الهند، هي ظهرت الحضارات في مصر والعراق وبلاد فينيقيا وبلاد فارس. ممكن نقول في غرب اسيا، ممكن نقول في شمال افريقيا ممكن. تعال نشوف الاختيارات كده ايه. قال لك بلاد الشرق، بلاد الشرق. تمام. يبقى الاجابه بالنسبه لي امريكا الشماليه غلط، جنوب اوروبا غلط، جنوب اسيا غلط، بلاد الشرق هي الاجابه الايه؟ الصحيحه. تمام. السؤال الخامس، العامل الاساسي الذي يعد اول الخطوات بناء الحضاره هو
العامل الاساسي اللي يعتبر اول الخطوات في بناء الحضاره. اول خطوه في بناء الحضاره، اول حاجه هي الحضاره بدات لما ايه؟ لما بدا الانسان يستقر وعرف الزراعه، فبدا يتفاعل مع البيئه، فبدا يعمل حضاره. حلو كده، حضرت المعلومه في دماغي. تعال نشوف الاختيارات بتاعتها. معرفه الانسان الزراعه، لان الانسان لما عرف الزراعه استقر. طب نقف لحد هنا؟ لا، نكمل اختيارات. بناء المقابر والمعابد، لا ملهاش علاقه، انا تقدمت لما عرفت الزراعه وعرفت الاستقرار. معرفه الانسان الكتابه، قلت لك عرف الانسان الكتابه بدا التاريخ. عرف الانسان الزراعه فعرف الاستقرار فبدات الحضاره، دي لا. معرفه واكتشاف المعادن، لا. يبقى الاجابه الصح مين؟ معرفه الانسان الزراعه. السؤال اللي بعده رقم 6. ركز ويل ديورانت في مفهومه للحضاره. ويل ديورانت لما ركز في مفهومه للحضاره، ويل ديورانت قال في التعريف ايه؟ تفتكر كده معايا؟ ويل ديورانت بيقول ان هو نظام اجتماعي، المجتمع بيوفر الامن والاستقرار، نظام اجتماعي بيساعد الانسان، بيساعد صاحبه، بيساعد الانسان على زياده انتاجه الثقافي. تمام؟ يبقى ويل ديورانت قال لما يتحرر الانسان من الخوف ويشعر بالامن والاستقرار بتبدا الحضاره. طيب هنا ويل ديورانت ركز في ايه؟ ركز على العلاقات الانسانيه. صدق ممكن تبقى الحته دي ازاي؟ ما اصلي نظام اجتماعي، ما المجتمع ده عباره عن مين؟ مجموعه من الناس عايشين مع بعض، لهم علاقات ايه؟ انسانيه ببعضهم. ممكن. اجابه صح. طب نشوف بقى الاجابات. التفاعل مع البيئه، لا ويل ديورانت ما ركزش على التفاعل مع البيئه، قال لك عندما يشعر الانسان بالامن تمام من اللي حواليه، مجتمع يحسسه بالامن. لا. الاختراعات المتنوعه، برضه لا، ما اتكلمش عن اي اختراعات خالص. الموارد الطبيعيه، برضه لا. يبقى الاجابه اللي هي مين؟ العلاقات الانسانيه اللي هو النظام المجتمع. تمام. السؤال رقم 7. عندما غادر قطار الحضاره، لما قطار الحضاره مشى من مصر الفرعونيه، يعني مشى، مصر دي في الشرق ولا في الغرب؟ في الشرق. حلو. لما مشت الحضاره من الشرق راحت فين؟ العراق، طب ما في الشرق برضه. بلاد فارس برضه في الشرق. اليونان دي في الغرب. الشام لا في الشرق. يبقى دي شرق ودي شرق ودي شرق، الثلاثه غلط، لان هي مشت من الشرق راحت فين؟ الغرب، اللي هي بلاد مين؟ اليونان، ودي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده. نشأت الحضاره الانسانيه وتبادلت الشعوب تراثها الحضاري. يبقى بدأت الحضاره، بدأ في تبادل وتأثير وتأثر وأخذ وعطاء. وبدأت الشعوب تتبادل تراثها الحضاري، ومع ذلك كل حضارة تميزت كل حضارة بإيه؟ قلنا تميزت بحاجتين: الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية، والاثنين دول جانب معنوي مش جانب مادي. تعال نشوف الاختيارات. موقعها الجغرافي، لا. ايه علاقة الموقع بالتميز؟ نشاطها الاقتصادي، قلنا خصوصية عقائدية، لا طبعا، إجابة غلط. عاداتها وتقاليدها وعقائدها، دي صح، لأن دي الهوية الثقافية. التواصل مع غيرها من الحضارات، طبعا هم كل الحضارات كانت بتتواصل مع بعضها. يبقى الإجابة الصح إيه؟ تميزت بالهوية الثقافية اللي هي عاداتها وتقاليدها، والخصوصية العقائدية اللي هو مين؟ الجانب اللي هو الدين. تمام. طيب. تعالوا ناخد الجزء الثاني من الدرس اللي هو بيتكلم عن التاريخ. هتقول لي يا مستر يعني ايه كلمة تاريخ؟ زي ما قلت لي بالظبط يعني ايه كلمة حضارة. هقول لك التاريخ هو علم يتناول نشاط الإنسان. نشاط الإنسان يعني الإنسان عمل إيه؟ هتقول لي بيتناول نشاط الإنسان في أنهي فترة بالظبط؟ هقول لك على مر العصور المختلفة، في العصور المختلفة، في الأزمنة المختلفة. علم يتناول نشاط الإنسان في كافة الأزمنة المختلفة. هتقول يا مستر هو الأزمنة المختلفة دي، ما أنا لسه قايل لك من أول الدرس خالص إن إحنا عندنا أزمنة مختلفة اللي هي العصور القديمة، العصور
الوسطى، العصور الحديثه، التاريخ المعاصر. المهم ان احنا هنتكلم عن نشاط الانسان في اي زمن من الازمنه المختلفه اللي هي حصلت يعني في الماضي. لمعرفه الماضي عشان اقدر اعرف الماضي وافهم الحاضر، فتفهم الحاضر اللي انت عايشه، فتتنبأ بالمستقبل، فتقدر تتوقع المستقبل. قلت له يا مستر هو التاريخ بيعرفني الماضي فيفهمني الحاضر فيساعدني ان انا اعرف المستقبل؟ غريبه دي. يعني التاريخ اللي احنا نقعد نحكي قصص ناس ماتت ونقعد نجيب في سيرتهم هو اللي يقدر يخليني اعرف المستقبل؟ اه طبعا يخليك تعرف المستقبل. هتقولي طب ممكن تديني مثال كده؟ ادي لك مثال. ادي لك مثال مين؟ ادي لك مثال محمد اللي ورا الكاميرا. محمد طالب مجتهد بسم الله ما شاء الله، كان مثلا السنه اللي فاتت بيذاكر 24 ساعه. الله اكبر عليه. يعني الراجل اكل شارب نايم مع الكتاب، ماشي في الشارع مع الكتاب، بينام بيمسك الكتاب وبيقلب صفحات الكتاب في احلامه. الله اكبر عليه. السنه اللي فاتت طلع الاول على المدرسه. هو عارف طبعا الكلام ده ان هو فعلا كان الاول على المدرسه. حلو حلو. ده الماضي بتاع محمد في السنه الايه؟ السنه اللي فاتت. قاعد بيضحك، ما اعرفش بيضحك على ايه. ماشي. طيب دي السنه اللي فاتت. عرفت الماضي؟ اه عرفت الماضي. تعال افهم الحاضر بقى. انا بدات السنه دي مع محمد، لقيت محمد مستواه مش هو ده محمد اللي انا عارفه بتاع زمان، مش هو ده محمد بتاع السنه اللي فاتت. محمد مستواه مختلف. هتقول طب هو مستواه مختلف ليه؟ اقدر افهم الحاضر دلوقتي بقى. انا اقدر افهم الحاضر بتاع محمد والحاضر اللي انا عايشه. هو ليه محمد مستواه غير مستوى السنه اللي فاتت؟ اكيد محمد مش بيذاكر زي ما بيذاكر السنه اللي فاتت. اكيد محمد مش بيذاكر 24 ساعه. اكيد محمد نايم ال 24 ساعه. اذا فهمت الحاضر ولا ما فهمتوش؟ فهمت. يلا بقى نتنبأ بمستقبل محمد. مستقبل محمد ان شاء الله نتيجه اخر السنه هتبقى شكلها ايه؟ محمد هنا هيطلع اخر السنه شايل ملحقين 3. يعني مش هيطلع ايده فاضيه، هيطلع يعني كسبان، بس ايه؟ كسبان ملحقين 3 كده. ليه؟ عشان محمد مش فاضي للمذاكره. محمد مقضيها تصوير، محمد مقضيها مش عارف ايه، محمد مقضيها لعب، مقضيها نوم. مش هيطلع زي ما طلع السنه اللي فاتت. اذا فهمت الماضي بتاع محمد؟ اه. عرفت الحاضر بتاع محمد؟ اه اللي هو الحاضر المهبب ده. عرفت المستقبل الاسود ده بتاع محمد؟ اه ده مستقبل اسود. تنبأت له بالمستقبل. حلو. مستر ممكن بقى تديني مثال تاريخي غير محمد؟ عشان محمد ده يعني بالنسبه لي، تعالى ندي لك مثال تاريخي. يجي محمد سألني سؤال. يا مستر انت عمال تقول لي ان الماضي، ان التاريخ بيعرفني الماضي فيفهمني الحاضر فيخليني اتنبأ بالمستقبل. تمام؟ قلت له اه تمام. قال لي ممكن تقول لي بما اننا دلوقتي بنعيش القضيه الفلسطينيه والمشاكل اللي في القضيه الفلسطينيه والكلام ده كله، هو ليه احنا دلوقتي في الحاضر اللي احنا عايشينه مش قادرين نحرر فلسطين؟ جاوبني، فهمني الحاضر. وممكن تقول لي ان شاء الله في المستقبل امتى نقدر نحرر فلسطين؟ مش انت بتقول لي التاريخ بيعرفني الماضي عشان افهم الحاضر عشان اتنبأ بالمستقبل؟ جاوبني على السؤالين دول. ليه مش عارفين نحرر فلسطين؟ وامتى هنحرر فلسطين؟ هجاوبك يا محمد، بس يلا بينا نقرا مع بعض مين؟ التاريخ. نفتح صفحات التاريخ ونقرا شويه عشان نعرف الماضي ثم نفهم الحاضر فنتوقع مين او نتنبأ بمين؟ بالمستقبل. طيب فتحت كتب التاريخ، عرفت ان زمان كان في دوله اسمها الدوله العباسيه، دوله قويه في العصر العباسي الاول، ثم العصر العباسي الثاني بدات الدوله العباسيه دي تضعف، حاله من الضعف. فلما ضعفت الدوله العباسيه بدا العالم الاسلامي يتقسم
ويبقى مفيش وحده ويضعف العالم الاسلامي. استغل الكلام ده الصليبيين، فلما استغل الصليبيين دخلوا على العالم الاسلامي فاستولوا على فلسطين واستولوا على بلاد الشام وكونوا لهم 4 إمارات أو 3 إمارات صليبية ومملكة. تمام؟ الرها، طرابلس، أنطاكيا، بيت المقدس. وظل الصليبيين محتلين بيت المقدس حوالي 90 سنة، فترة يعني، لحد ما حصل ايه؟ لحد ما ظهر قائد في العالم الاسلامي اسمه صلاح الدين الايوبي، وحد العالم الاسلامي تحت حكمه مصر والشام والعراق، وحد جبهة اسلامية قوية فيها مصر والشام والعراق، وبعد كده وحد قوتهم ثم اتجه الى بيت المقدس واستطاع ان يحرر بيت المقدس من ايدي الصليبيين بعد 90 سنة في معركة اسمها معركة حطين. حلو. قرينا التاريخ يا محمد؟ قرينا التاريخ. يلا جاوبني. امتى؟ لا لسه السؤال الاول. ليه احنا مش قادرين نحرر فلسطين في الوقت الحالي؟ عشان احنا للاسف في حالة من الضعف والتفكك، مش ايدينا في ايدين بعض. حلو. تعالى بقى نتنبأ بالمستقبل ونجاوب السؤال الثاني. متى ستحرر فلسطين؟ ستحرر فلسطين إن شاء الله لما يظهر قائد زي صلاح الدين الأيوبي يقدر يوحد العالم الإسلامي ونكون جبهة قوية موحدة نقدر من هنا نحرر فلسطين. يبقى التاريخ بيرسم لك المستقبل وبيقول لك المستقبل الطريق الصح بتاعه، تقدر تحرر فلسطين لو أنت عملت كذا. يبقى التاريخ هو علم يتناول النشاط الإنساني في كافة الأزمنة المختلفة لمعرفة الماضي وفهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. تمام. هنا عندنا مقولة للإمام أبو حنيفة النعمان بيقول إيه؟ من قرأ التاريخ زاد عقله. اللي يقرأ التاريخ عقله يكبر. هتقول لي يعني ايه عقله يكبر؟ يعني لا طبعا دماغه مش هتكبر ولا حاجه، العقل هيبقى عنده خبرات السنوات السابقه. اي شخص، انا ممكن مثلا اتعامل مع شاب عنده 20 سنه واتكلم معاه احس ان هو عنده 50 60 سنه. هو البني ادم ده تحس ان هو راجل كبير كده وفاهم. هو جاب الخبره دي كلها منين والكلام ده كله منين؟ بسم الله ما شاء الله كده عقله ناضج وكويس. اقول لك ليه؟ اقول لك لان هو قارئ للتاريخ، فجمع الخبرات دي كلها في عقله ماله بقى كبير. غير لما تتعامل مع شخص كده وتتكلم معاه تحس ان هو تافه وعقله صغير. اذا من اقوال الامام ابو حنيفه من قرأ التاريخ زاد عقله. من قرأ التاريخ زاد ايه؟ عقله. تمام. طيب تعالى بقى نشوف اهميه دراسه التاريخ. تعال نشوف أهمية دراسة إيه؟ التاريخ. إحنا بندرس التاريخ ليه؟ ما أنا لسه قايل لك من شوية إن إحنا بندرس التاريخ عشان نعرف الماضي فنفهم الحاضر فنقدر نتنبأ بمين؟ نتنبأ بالمستقبل. طيب أهمية التاريخ في حياتنا في إيه؟ أولاً التاريخ منه بنستخلص العبرة من تاريخ الأمم السابقة. هتقول يا مستر عبره زي ايه؟ هقول لك حاجه، احنا لسه شويه انا ومحمد كنا بنقرا التاريخ. والله قرينا جزء من التاريخ وعرفنا ان الدوله العباسيه كانت قويه، ثم الدوله العباسيه حصل لها تفكك وضعفت وحصل تفرغ للعالم الاسلامي، فجاء الصليبيين، فالصليبيين استولوا على العالم الاسلامي واخذوا الشام واستولوا على بيت المقدس. حلو؟ طلع لي من هنا عبره. العبره اللي انا قلته ده من شويه ان في التفرقه ضعف. طب ما تكمل القرايه كده. ولما جاء صلاح الدين الايوبي وكون جبهه اسلاميه موحده بقى قوه كبيره، استطاع ان هو يهزم الصليبيين ويسترد بيت المقدس. اذا في الوحده قوه. يبقى طلعت من الكلام ده بايه؟ بعبره ان التفرقه ضعف والوحده فيها ايه؟ فيها قوه. إذن أهمية التاريخ استخلاص العبرة من تاريخ الأمم السابقة. طيب الأهمية الثانية
إبراز القدوة الصالحة من الشخصيات التاريخية التي تركت بصمات واضحة على شعوبها ليقتدي بها الإنسان. أي والله صح، ما أنا لسه قاري التاريخ أنا ومحمد وطلعنا من هنا بشخصية ممكن نعتبرها بالنسبة لنا قدوة. نعتبر مين بالنسبة لنا قدوة؟ محمد لما كان بيذاكر قدوة، أخده قدوة لأنه طلع الأول على المدرسة. لما قرينا التاريخ أقدر أقول إن صلاح الدين قدوة، أقدر أخده قدوة بالنسبة لنا وحد العالم الإسلامي. واقرا بقى التاريخ براحتك وطلع شخصيات بقى بالنسبة لك قدوة يقتدي بها الإنسان، زي الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا قدوة، الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالنسبة لنا قدوة، خالد بن الوليد بالنسبة لنا قدوة. تمام؟ طيب إيه كمان بالنسبة لنا قدوة؟ ممكن نقول مثلا الرئيس محمد أنور السادات بالنسبة لنا قدوة، العالم أحمد زويل بالنسبة لنا قدوة، واحد تاني يشوف محمد صلاح بالنسبة لنا قدوة. تمام؟ ناجح في مجاله متفوق بسم الله ما شاء الله بالنسبة لنا قدوة. إذا التاريخ بيظهر لنا الشخصيات اللي ممكن نعتبرها قدوة وتكون يعني لها بصمات واضحة على شعوبها ليقتدي بها مين؟ الإنسان. الأهمية الثالثة تنمية الشعور بالمسؤولية في المحافظة على مكاسب التي حققها المجتمع. لازم تحافظ على المكسب اللي حققه المجتمع. التاريخ ده يعني بيحيي ضميرك، يقول لك ازاي دول كانوا كذا وانت دلوقتي بتعمل كذا. التاريخ بينمي الشعور بالمسؤولية، الضمير بالنسبة لك في المحافظة على كل المكاسب التي حققها المجتمع، ولازم ان انت تشارك في تقدم المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته. اديني مثال، ادي لك مثال. يقول لك الحضارة المصرية ده احنا يا ابني بلد 7000 سنة حضارة. ازاي يا ابني احنا دلوقتي بالوضع ده؟ احنا لازم نحافظ على اللي احنا عملناه، لازم نرجع تاني زي ما كنا موجودين. تمام؟ فبينمي الشعور بالمسؤولية. طب المكاسب اللي حققها المجتمع بنى اهرامات، بنى معابد، تمام؟ تقدم في كذا وكذا وكذا. هل نمسك الحاجة دي نكسرها وندمرها ولا نحافظ على المكاسب التي حققها المجتمع؟ يبقى لازم نحافظ على المكاسب التي حققها المجتمع. طب اديني مثال اجتماعي شوية. يعني مثال احنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه مثلا. اقول لمحمد يا محمد انت كنت بتذاكر السنة اللي فاتت والاول على المدرسة. يا محمد بابا دكتور وماما دكتورة والعيلة كلها دكاترة ومهندسين. يا محمد انت هتطلع سواق توك توك يا محمد. انا طبعا ما بتكلمش على سواق التوك توك، شغل حلال وكل حاجه تمام، ما عنديش مشكله، بس هنا بيتكلم عن ايه؟ العيله كلها في مكانه، تمام؟ وهنا انت هتطلع ايه يا محمد؟ انت لازم تطلع في نفس المكانه اللي فيها العيله دي بتهتم بالعلم، فانت لازم تهتم بالعلم. ما لو العيله دي صنايعيه فلازم يهتموا بالصنعه، اما العيله دي لو سواقين هيهتموا انهم، بس انت العيله بتاعتك كلها مالها؟ علماء، اللي بيشتغل في الطب واللي بيشتغل في الهندسه وده فلان دكتور وابن خالتك دكتور وابن خالك معرفش مهندس، فانت لازم تطلع زيهم، لازم تحافظ على اسم العيله ومكانه العيله. فبينمي الشعور عندك بالمسؤوليه، تبص لنفسك انا هطلع حاجه زي غير الناس دي، فيبدا بقى ايه؟ ضميرك ايه؟ يرجع تاني، فتبدا تهتم بمذاكرتك عشان تطلع زي افراد العيله. يبقى لازم في الاخر نحافظ على المكاسب التي حققها المجتمع او حققته مين؟ العائله. تمام؟ طيب الاهميه الرابعه الابتعاد عن التعصب. فالعالم كله لم يقم على حضاره واحده، وما اعتمدش على عنصر واحد، وما اعتمدش على لغه واحده، ولكن كل حضارة كان لها نصيبها وإسهاماتها. تمام؟ فالعالم كله ما قامش على حضارة واحدة ولا لغة واحدة، فكل أمة نصيبها في ذلك الميدان لا ينكره مين؟ لا ينكره التاريخ. مش فاهم؟ يعني ما يجيش واحد يقول لي إن الحضارة المصرية هي اللي عملت كل حاجة. لا معلش، يعني الحضارة المصرية تقدمت ولها إنجازات عظيمة، ولكن في ناس تانية سبقت الحضارة المصرية واحنا اتعلمنا منهم.
واحد تاني يقول لا حضاره بلاد العراق دي حضارتي ما فيش زيها، دي احسن حضاره واقدم حضاره واعظم حضاره يعني ظهرت في البشريه. هقول لك لا، حضاره بلاد العراق استفادت من الحضاره المصريه، تمام، وتعلمت منها. حضاره بلاد العراق متقدمه ولا الحضاره المصريه كانت متقدمه. اذا ما تتعصبش لحضاره معينه. الحضاره المصريه حضاره عظيمه لها اثرها، حضاره بلاد العراق حضاره عظيمه لها اثرها، بس دي مش احسن حضاره ما فيش زيها، ودي مش احسن حضاره ما فيش زيها. كل الحضارات استفادت من بعضها. فهل العالم كله اعتمد على حضاره واحده؟ لا. هل العالم كله اعتمد على عنصر واحد؟ لا. هل العالم كله اعتمد على لغه واحده؟ لا. يبقى الحضارات كلها لها اسهاماتها في التاريخ. يبقى الاهميه الابتعاد عن التعصب، تمام، لان العالم لم يقوم على حضاره واحده او عنصر واحد او لغه واحده، فكل امه نصيبها في ذلك الميدان لا ينكره التاريخ. طيب انا كده اتكلمت عن اهميه دراسه التاريخ، معلش بقى احط التاتش بتاعي، تمام، عشان تعرف اهميه التاريخ، ودايما بحب احط الحته دي، تمام، عشان ازود بس شويه من اهميه التاريخ. هتقول لي ايه؟ هقول لك القران الكريم تلته تاريخ. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك لما انت تفتح القران الكريم عباره عن تلت القران تاريخ. تاريخ هنلاقي فيه قصه سيدنا محمد، قصه سيدنا ابراهيم، قصه سيدنا نوح، قصه سيدنا يوسف، قصه سيدنا عيسى، قصه السيده مريم، قصه قوم عاد، قوم ثمود. اذا التاريخ هو، اذا القران هو عباره عن قصص تاريخيه. السؤال دلوقتي، هل ربنا حط لنا في القران حاجه مش مهمه؟ هل تلت القران مش مهم؟ طبعا اكيد ربنا وضع التاريخ والقصص التاريخية في القرآن الكريم لأنه يدرك أهميتها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للإنسان وبالنسبة للبشرية. القرآن الكريم تلت تاريخ. من ينكر أهمية التاريخ فبينكر تلت القرآن الكريم. تمام، أنا كده اتكلمت عن أهمية دراسة مين؟ التاريخ. تعالى بقى الجزء الأخير من الدرس ومحتاج تركيز شوية، تمام؟ العصور التاريخية اللي أنا قسمتها في الأول خالص. قلت لك العالم كله والتاريخ كله متقسم إلى عصور تاريخية. فاكر العصور اللي أنا قسمتها لك في الأول خالص؟ قلت لك أول عصر خالص، تمام، اللي هو العصر القديم أو العصور القديمة. الفترة الثانية العصور الوسطى. الفترة الثالثة العصور الحديثة. الفترة الرابعة التاريخ مين؟ المعاصر. طيب فكرني كده، امتى بدأت العصور التاريخية؟ أنا بقول لك امتى بدأت العصور التاريخية، مش امتى بدأت الحضارة. افتكر تاني، قلت لك بدأت الحضارة عندما عرف الإنسان الاستقرار وعرف الزراعة. أما بدأت العصور التاريخية وبدأ الإنسان يسجل إنجازاته عندما بدأ الإنسان في معرفة واختراع مين؟ الكتاب. يبقى بدأت العصور التاريخية، بدأت العصور التاريخية لما عرف الإنسان مين؟ الكتاب. وهنا استعملها في تدوين الأحداث ومظاهر الحياة لدى مين؟ الشعوب القديمة، ومن هنا بدأ التاريخ. حلو. المؤرخين قسموا العصور التاريخية زي ما قلت لك، قسموا العصور التاريخية لعصور قديمة. أيوة، إمتى بدأت العصور القديمة؟ أي عصر له بداية وله نهاية. ركز معايا، أي عصر له بداية وله نهاية. وأي عصر هنتكلم عن مميزاته أو يعني حصل فيه إيه باختصار كده. العصور القديمة بدايتها تبدأ من أواخر 1004 قبل الميلاد. يبقى تبدأ منين؟ من 1004 قبل الميلاد، 4000 قبل الميلاد، حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية. سقطت الإمبراطورية الرومانية سنة كام؟ سنة 476 ميلاديا. مصر يعني الفترة دي قد إيه؟ الفترة دي 4000 سنة قبل الميلاد زائد
476 ميلاديا، 4000 سنة قبل الميلاد زائد 476 ميلاديا، يعني الفترة دي تقريبا داخلة في أكثر من 4000 سنة أو 4000 سنة و76 476، يعني حوالي 4000 ونص سنة. يبقى العصور القديمة بدأت من 4000 سنة قبل الميلاد حتى 476 عندما سقطت الإمبراطورية الرومانية. الفترة دي تقريبا كام سنة؟ احسبهم كده، 4000 سنة قبل الميلاد و476 بعد الميلاد، يعني تقريبا حوالي 4000 سنة ونص. حلو. طيب ايه اللي بيميز العصور القديمة؟ ملامح العصور القديمة ايه؟ في الفترة دي اكتشف الإنسان الزراعة، عرف الزراعة وبدأ الاستقرار، وعرف الاستقرار وعرف الكتابة، بدأ يسجل إنجازاته التاريخية، وبناء المعابد وبنى المقابر. في الفترة دي بدأ يبني معابد ويبني مقابر. تمام. وهنا قامت حضارات كبرى في العصور القديمة، حضارات اللي كانت في الشرق اللي هي الحضارة المصرية القديمة، وحضارة بلاد العراق، وحضارة بلاد فارس، وحضارة الفينيقية، وحوض البحر المتوسط زي مثلا الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. ظهرت حضارات في الشرق وظهرت حضارات فين؟ في الغرب، اللي هي الحضارة اليونانية الحضارة الرومانية. ده أهم ملامح العصور القديمة. تمام. خلي بالك علشان ده هيجي لنا على شكل أسئلة، محتاج إن أنت تستنتج وتطلع الإجابة الصح. هتقول لي استنتج زي إيه؟ أقول لك مثلا يجي لك يقول لك الأهرامات، بناء الأهرامات ظهر في أنهي عصر؟ العصور القديمة ولا الوسطى مثلا؟ احنا قلنا الأهرامات دي مقابر، والمقابر دي ظهرت في العصور القديمة، يبقى الأهرامات دي ظهرت في العصور إيه؟ القديمة. هل هيقول لك مقابر كده بشكل مباشر؟ لا، يجيب لك صورة معبد أبو سمبل، معبد أبو سمبل، بيقول لك دي ظهرت إمتى؟ في العصور القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة ولا المعاصر؟ تقول لي في العصور القديمة. ليه قديمة؟ لأن هي العصور القديمة تميزت ببناء مين؟ المعابد. طيب تعال نشوف أهم الحضارات اللي في الشرق. قلنا الحضارة المصرية القديمة، حضارة بلاد العراق، الحضارة الفينيقية، حضارة بلاد فارس، والحضارات الأخرى اللي هي في الغرب زي الحضارة اليونانية والرومانية. تمام. العصور الوسطى بدايتها إمتى؟ بدايتها مع نهاية العصور القديمة. قلنا العصور الوسطى تبدأ من 476، بدايتها 476. ركز بقى معايا في الحتة دي. بص كده، قلنا العصور القديمة بدأت من 4000 سنة قبل الميلاد وانتهت 476 ميلادية. دي البداية ودي النهاية. طب العصور الوسطى، العصور الوسطى بدأت من 476 وانتهت سنة 1453 ميلادية. مستر التاريخ ده في النص ما بين الاثنين، في النص بين العصور القديمة وفي العصور الوسطى. حلو. معنى كده ايه؟ ان العصور القديمة انتهت 476، في السنة اللي انتهت فيها بدأت العصور الايه؟ الوسطى. يعتبر التاريخ ده بالنسبة لي حاجتين، بداية ونهاية. طيب التاريخ ده بالنسبة لي نهاية لمين؟ نهاية للعصور القديمة وبداية للعصور الوسطى. يعتبر بالنسبة لي حدا فاصلا. حدا ايه؟ فاصلا ما بين الاثنين، بداية ونهاية. طب هتقولي هو نهاية مين؟ هقول لك نهاية العصور القديمة. طب بداية مين؟ بداية العصور الوسطى. تمام؟ طيب يبقى العصور الوسطى بدأت سنة كام؟ 476. تمام؟ بدأت 476 وانتهت بفتح القسطنطينية على يد القائد العثماني محمد الفاتح سنة
1453. يبقى بدايتها 476 وانتهت انتهت بالفتح العثماني على يد محمد الفاتح سنة 1453. تمام. ملامح العصور الوسطى ايه؟ ملامحها: واحد، انتشرت المسيحية، يعني الدين المسيحي انتشر. إذا كان موجود؟ كان موجود، بس ماله؟ انتشر. سيطرة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، الكنيسة الكاثوليكية كانت مسيطرة على الأوضاع في أوروبا في كل نواحي الحياة، دينيا بقى وسياسيا واجتماعيا في كل حاجة يعني. 3، قيام نظام الإقطاع، إن الفئة صغيرة بتمتلك كل حاجة والشعب مش لاقي كل حاجة. قيام نظام الإقطاع وسيطرة الجهل والتخلف في أوروبا. تمام. والكلام ده طبعا كان موجود فين؟ في الغرب. طب في الشرق كان موجود ايه؟ هنا ظهور الإسلام في الشرق. ظهر الإسلام امتى؟ ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي، وبدأت تنتشر الفتوحات الإسلامية. انتشرت مين؟ الفتوحات الإسلامية. ازدهار الحضارة العربية الإسلامية ازدهرت، وأصبح العالم الإسلامي يمتد من الصين شرقا إلى بلاد الأندلس غربا. دي ملامح العصور الوسطى: مسيحية والكنيسة الكاثوليكية. تمام. انتشرت المسيحية، سيطرت الكنيسة الكاثوليكية على كل الأوضاع في أوروبا، نظام الإقطاع كان مسيطر في أوروبا وأصبح في جهل وتخلف وفقر. إيه كمان؟ ظهور الإسلام في الشرق، والكلام ده في القرن السابع الميلادي، وبدأت الفتوحات الإسلامية وازدهرت بقى، تقدمت الحضارة الإسلامية وانتشر الإسلام، وبدأت الدولة الإسلامية تمتد من الصين شرقا إلى بلاد الأندلس غربا. طب مستر ممكن يجي لي هنا سؤال مثلا يقول لك فتح عمرو بن العاص مصر في أنهي عصور؟ قديمة ولا عصور وسطى؟ قلت له مستر احنا ما خدتش عمرو بن العاص، وما خدتش امتى عمرو بن العاص فتح مصر. ايوه، بس انا قلت لك ان حصلت فتوحات اسلاميه، وانت عارف ان عمرو بن العاص تمام قائد مسلم ودخل مصر، يبقى الكلام ده كان امتى؟ هتقول لي والله ده الكلام ده في العصور الوسطى مش في العصور ايه؟ القديمه. تمام؟ طيب. يبقى احنا قلنا العصور الوسطى بدات 476 وانتهت 1453 على يد السلطان محمد الفاتح عندما فتح مدينة مين؟ القسطنطينية. هنتكلم عن العصر الثالث اللي هي العصور الحديثة. العصور ايه؟ الحديثة. العصور الحديثة بدايتها امتى؟ العصور الحديثة تبدأ من فتح القسطنطينية. هي بدأت فتحت القسطنطينية سنة كام؟ 1453. حتى الحرب العالمية الأولى 1914. 1419. تعالى بقى نطبق نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شوية على البداية والنهاية. قلنا 1453 من شوية كده إن التاريخ ده كان نهاية للعصور الوسطى. حلو. بس انت دلوقتي بتقول لي ان 1453 ده بدايه للعصور الحديثه، يبقى ده بدايه لمين؟ العصور الحديثه. يبقى 1453 ده حدا فاصلا ما بين عصرين مختلفين، حد فاصل او بدايه ونهايه، نهايه العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. يبقى التاريخ ده فاصل ما بين عصرين، فاصل بين العصور الوسطى فيعتبر نهايته، وبداية جديدة للعصور الحديثة. تمام. طيب، يبقى العصور الحديثة بتبدأ من 1453 نهايتها 1914 اللي هي الحرب العالمية الأولى. بدايتها 1453 اللي هو فتح القسطنطينية،
ونهايتها الحرب العالمية. ايه ده؟ بدايتها ونهايتها دي نهايتها وبدايتها. بدايتها حرب اللي هو فتح القسطنطينية، بدايتها صراع اللي هو فتح القسطنطينية، ونهايتها صراع اللي هو حرب العالمية. إذا بدايتها ونهايتها كانت في إيه؟ في حروب. خد بالك من الملحوظة دي عشان هتجيلك في شكل سؤال. تمام. طيب تعال نتكلم عن العصور الحديثة، ملامحها شكلها إيه؟ أولاً ظهرت نهضة في أوروبا، يعني بدأت أوروبا تتحرك وتبقى فيها نهضة شوية كده، إيه التقدم، بداية التقدم يعني النهضة الأوروبية. هنا في الفترة دي بدأت أوروبا يعني تتحرك، تهتم شوية بالتعليم، بدأ في نهضة، في تقدم، في حركة. طيب وبعدين ربنا كرمهم، هنا بقى بدأت أوروبا تكتشف الطاقة، تكتشف قوة البخار. بدأت أوروبا تبقى عندها، لما اكتشفت الطاقة وقوة البخار، بدأت تهتم إن الآلة بدل ما كان بيحركها الإنسان وتبقى الصناعة صناعة يدوية، لا بدأت تخلي الآلة تتحرك بالطاقة. تمام. وهنا بدأت تبقى الصناعة صناعة آلية شغالة بالآلات. لذلك حصلت ثورة صناعية، فتحوا بقى مصانع كتير، وبدأت المصانع كلها تشتغل بالطاقة، فتقدموا في الصناعة، فحصل ثورة إيه؟ صناعية. يبقى الأول بداية نهضة أوروبية، ثم ثورة صناعية. طب الثورة الصناعية دي لما بقت مصانع عندنا في أوروبا كتير محتاجة مواد خام، والمواد الخام في أوروبا مش مكفية كل المصانع دي، فبدأت أوروبا تفكر إن إحنا نبحث عن أماكن يكون فيها مواد خام. فبدأت أوروبا تفكر هل العالم كله ينتهي عند قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا؟ أكيد في حاجات تانية. بدأوا يهتموا بحركة الكشوف الجغرافية، فبدأوا يشغلوا السفن إنها تبحث وتخرج في المحيط الأطلنطي وتبحث عن قارات أخرى، فاكتشفوا قارات العالم الحديث. ومن هنا بدأت حركة اسمها حركة الكشوف الجغرافية، عشان يستغلوا القارات دي ويستخرجوا منها المواد الخام عشان يخدموا الثورة الصناعية. طب ايه كمان؟ ولما اكتشفوا القارات دي وقعدوا فيها، ما اكتفوش بكده، ده قعدوا فيها واستعمروها، وراحوا للقارات القديمة زي قارة أفريقيا وآسيا وعملوا لنفسهم مستعمرات فيها وقعدوا فيها برضه عشان يستغلوها. فحصلت بقى حاجة اسمها ايه؟ حركات الاستعمارية الأوروبية. دي في العصور الحديثة. نقولها تاني: نهضة أوروبية، ثم ثورة صناعية. طب بنبحث عن معادن ومصادر الطاقة مثلا، بدأنا نبحث عن قارات أخرى، بدأت حركة الكشوف الجغرافية، ومن هنا تمام بدأوا يكتشفوا قارات جديدة، بدأوا يستعمروا القارات القديمة وكمان القارات مين؟ الجديدة، فقيام حركة الاستعمار الأوروبي. دي كده العصور مالها؟ العصور الحديثة. التاريخ المعاصر ده كده الفترة كام؟ الفترة الرابعة أو العصور إيه؟ اللي هي الرابعة، هو التاريخ مين؟ المعاصر. نفس الفكرة، تبدأ وتنتهي، ولكن التاريخ المعاصر لا ينتهي، لأن احنا عايشينه لحد دلوقتي لسه ممتد. طب بدايته إمتى؟ بدايته 1914 مع قيام الحرب العالمية الأولى. يبقى يبدأ التاريخ المعاصر مع الحرب العالمية الأولى، اللي هي كان سنة كام؟ اللي هي كانت سنة 1914. يبقى 1914 ده برضه زي ما قلنا قبل كده عبارة عن بداية ونهاية. قول لي 1914 ده نهاية لمين؟ نهاية للعصور الحديثة. طب بداية لمين؟ بداية التاريخ المعاصر. يبقى ده يعتبر نهاية للعصور الحديثة وبداية للتاريخ المعاصر. سنة كام؟ 1914. تمام.
طيب تعالى نشوف الايجابيات. ايه الايجابيات اللي ظهرت في التاريخ المعاصر؟ اولا من الايجابيات اللي ظهرت ظهور حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار. كان في استعمار فحصل ايه؟ تحرر واستقلال من الاستعمار. طبعا زي ما انجلترا جت احتلت مصر، وفرنسا احتلت تونس والجزائر، واحتلت المغرب، وليبيا احتلتها ايطاليا. كل ده كان موجود في العصور، ولكن اللي حصل تحررنا في النهايه من الاستعمار، فدي يعتبر ايه؟ ايجابيه. ايه كمان؟ ثوره معلوماتيه، مش ثوره صناعيه، لا دي ثوره في المعلومات، ثوره معلوماتيه وتكنولوجيه، تمام؟ والاختراعات العلميه بقى المتنوعه. ايه كمان؟ الانسان هبط على سطح القمر، وهنا اكتشفنا الكواكب. يبقى الايجابيات: واحد، التحرر من الاستعمار والاستقلال، ثوره معلوماتيه وتكنولوجيه، وكمان الاختراعات المتنوعه. اخر حاجه ان احنا اكتشفنا الكواكب وهبوط الانسان على سطح القمر. طيب اما بقى بالنسبه للسلبيات اللي كانت في العصور دي، قلنا بدايه العصر حروب، وكانت حرب زي الحرب العالميه. طب في الفتره دي برضو ظهرت الحرب او قامت الحرب العالميه الثانيه، يبقى قامت حربين عالميتين. يبقى الحروب العالميه المدمره للبشر وانتشار الامراض الخطيره في الفتره دي مع التقدم التكنولوجي والتقدم في الصناعه وبناء المصانع والتلوث البيئي اللي حصل ادى الى انتشار الامراض الخطيره وادى الى تلوث البيئه. يبقى السلبيات: حروب عالميه مدمره للبشريه، انتشار امراض خطيره، تلوث البيئه. طيب ده كده تاريخ المعاصر. احنا كده خلصنا التاريخ، اتكلمنا عن يعني ايه تاريخ، اتكلمنا عن اهميه التاريخ، وعرفنا امتى بدا التاريخ عندما عرف الانسان الكتابه، وقسمنا التاريخ بتاعنا الى عصور قديمه وعرفنا بدايتها ونهايتها واهم ما يميزها، عصور وسطى عرفنا بدايتها ونهايتها واهم ما يميزها، عصور حديثه عرفنا بدايتها ونهايتها واهم ما يميزها، والتاريخ المعاصر عرفنا بدايته ونهايته وقلنا ملهوش نهايه، تمام؟ ان هو لحد دلوقتي مستمر، وعرفنا اهم ملامحه من سلبيات ومن ايجابيات. تعالى بقى نحل يعني تدريبات على الجزء الاخير كده من الدرس. السؤال بيقول: اطول العصور التاريخيه امتداد زمني تتمثل في العصور ايه؟ انا في تاريخ كده معين حسبته، اللي هو العصور القديمه، بدايتها 4000 سنه قبل الميلاد، ثم استمرت لحد 476 بعد الميلاد، يعني استمرت حوالي 4000 سنه ونص. ولو حسبت باقي العصور نفسها زي العصور الوسطى مثلا، تمام؟ العصور الوسطى استمرت تقريبا حوالي 1000 سنه، مش 4000 سنه. طب العصور الحديثه استمرت تقريبا برضو 500 سنه، والتاريخ المعاصر لسه ما انتهاش. اذا اطول العصور التاريخيه امتداد زمني اللي هو استمر من 4000 سنه قبل الميلاد لحد 476 ميلاديا، اللي هو استمر اكثر من 4000 سنه ونص، او حوالي 4000 سنه ونص، اللي هو انا العصور القديمه. الكلام ده انا جبته منين؟ حسبت كل عصر استمر قد ايه، عرفت ان العصور القديمه امتدت تقريبا ل 4000 سنه ونص. السؤال الثاني: العصور التاريخيه التي اصطبغت بالصبغه الدينيه. عصور كان فيها شويه حاجات دينيه كتير شويه، يعني صفاتها صفه دينيه، اصطبغت وميزتها الناحيه الدينيه. العصور القديمه، واحد يقول مستر العصور القديمه مستر اصل بانوا فيها معابد.
ايه المشكله بينهم عادي يعني؟ معنى كده انها صبغت بالصبغه الدينيه؟ لا طبعا. واحد يقول لي العصور الوسطى، تقول له ليه؟ يقول لك العصور الوسطى اصل انتشر فيها المسيحيه، حلو. سيطرت الكنيسه الكاثوليكيه، حلو، تمام. انتشر الاسلام او ظهر الاسلام وانتشر وسيطر على العالم، كل ده كده ناحيه ايه؟ ناحيه دينيه. يبقى انا عصور اتسمت واتصفت بالصبغه الدينيه، مش العصور القديمه ولا العصور الحديثه ولا التاريخ المعاصر. يبقى الاجابه العصور الوسطى. تمام؟ تمام. السؤال اللي بعده، يعد الاحتباس الحراري. احتباس حراري، ده الاحتباس الحراري ده اللي هو ارتفاع درجه الحراره في طبقات الجو. هو حصل الكلام ده نتيجه تلوث البيئه والنشاط الصناعي والكلام ده كله. حلو، انا حضرت كده شويه معلومات فين؟ في دماغي. تعال بقى نشوف الاختيارات. يعد الاحتباس الحراري احد ملامح العصور القديمه؟ لا، ما كانش فيه تلوث بيئه وما فيش مصانع في العصور الحديثه، في العصور القديمه. لا، مش هي دي الاجابه. طب العصور الوسطى؟ لا، العصور الوسطى قلنا انتشار المسيحيه وانتشار الدين الاسلامي وظهور الاسلام. لا 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 لا، مش هي دي الاجابه. العصور الحديثه؟ العصور الحديثه هي حصلت ثوره صناعيه، بس لما حصلت الثوره الصناعيه ما كانش لسه بقى في تلوث بيئه. تلوث البيئه ظهر في العصور او في التاريخ المعاصر، تمام، لما بقى في تلوث بيئه وانتشار امراض وابئه. حلو، يبقى يعد الاحتباس الحراري احد ملامح انه تاريخ او انه عصر من دول؟ التاريخ المعاصر. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 4. تم اكتشاف الأراضي الأسترالية، يعني اكتشاف قارة استراليا، في العصور التاريخية. اكتشفوا قارات العالم الحديث لما أولا حصلت نهضة في أوروبا، ثم ثورة صناعية، ثم حركة الكشوف الجغرافية. الكلام ده كان في أنهي عصر؟ العصور القديمة لا، العصور الوسطى لا، الكلام ده حصل في العصور الحديثة لما حصلت نهضة أوروبية وثورة صناعية ثم حركة الكشوف الجغرافية. يبقى الكلام ده في أنهي عصور؟ في العصور الحديثة. تمام. طيب السؤال رقم 5. حاول المسلمون فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية 1453 أكثر من مرة. إيه ده لسه ما فتحهاش؟ ده حاولوا، لسه ما فتحوش. تمام؟ حاول المسلمون فتح القسطنطينية أكثر من مرة في العصور القديمة ولا العصور الوسطى ولا العصور الحديثة ولا التاريخ المعاصر؟ هم بدأ المسلمين يفتحوا القسطنطينية اللي هي حركة الفتوحات الإسلامية لحد ما فتحوها فعلا في نهاية العصور الوسطى. يعني حاولوا أيام حركة الفتوحات الإسلامية. طب حركة الفتوحات الإسلامية لحد ما فتحوا القسطنطينية سنة 1453، والفتوحات الإسلامية كانت في العصور الوسطى لحد ما فتحوها في النهاية 1453. يبقى الإجابة العصور القديمة؟ لا طبعا، العصور القديمة غلط. العصور الحديثة غلط. التاريخ المعاصر غلط. يبقى الإجابة بالنسبة لي العصور مين؟ العصور الوسطى. السؤال اللي بعده، تعرضت أوروبا لانتكاسة حضارية. أوروبا تعرضت لانتكاسة حضارية، يعني كانت فيها تقدم ولكن حصل فيها انتكاسة. امتى كانت أوروبا فيها تقدم؟ أوروبا كان فيها تقدم في العصور القديمة لما كانت الحضارة اليونانية والرومانية، ولكن حصل فيها انتكاسة في العصور الوسطى لما سيطرت الكنيسة الكاثوليكية على مظاهر الحياة وظهر الإقطاع وانتشر الجهل والتخلف. تمام؟ يبقى الانتكاسة دي كانت في العصور الوسطى. طب في العصور الحديثة؟ لا، ده العصور الحديثة حصلت نهضة أوروبية وثورة صناعية.
تمام. والتاريخ المعاصر ما قالش اي حاجه عن انتكاسه في اوروبا، التقدم فضل مستمر فين؟ فضل مستمر في التاريخ المعاصر. اذا تعرضت اوروبا لانتكاسه حضاريه في العصور القديمه؟ طبعا غلط. تمام. العصور الحديثه قلنا غلط. التاريخ المعاصر غلط. الانتكاسه حدثت في العصور الوسطى لما سيطرت الكنيسه الكاثوليكيه، تمام، وظهر الجهل والتخلف. وبكده يبقى احنا انتهينا من الدرس الاول في التاريخ اللي كان بعنوان الحضاره والتاريخ، وللحديث بقيه ان كان لنا في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.